الشيء الاخر اللي احنا كلنا بنغفل عنه وهو ان احنا ما بنعرفش نستريح، ما بنعرفش ناخد بريك، ما بتعرفش تمدد رجلك كده وايه وتفصل شويه. ممكن يكون حصلت لك قبل كده انك فعلا اشتغلت وانجزت ويعني كويس جدا وبعدين خدت بريك، ما بتعرفش ترجع من البريك، بتريح. يمكن ده نوهنا عليه في احد فيديوهات ستادي وذ مي، البريك تبقى عامله ازاي عشان تضمن انك ترجع تاني بعد البريك وتكمل. احنا ما بنعرفش ناخد بريك، لا بريك صغير ولا بريك طويل، مش متعودين على ده نظرا لظروف تربيه وثقافه وشغل لا يدرك قيمه البريك. يعني بل الانسان احيانا ممكن يشعر بالذنب ان هو بياخد بريك، اللي هو حاسس كده ان هو ده وقت ضايع او ان هو مقصر في شغله بسبب ان هو مستريح ما بيعملش حاجه. فتكون وانت في الاجازه دماغك مشغول بالشغل، بتروح تشتغل دماغك مشغول بالاجازه، فده يفسد عليك الاجازه والاستمتاع اللي المفروض بتختبره في وقت الاجازه، وبيفسد عليك الشغل كذلك، انك طول ما انت قاعد انت ايه سرحان في الاجازه، ولما تاخد اجازه والبحر والشمس